السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، وقلت كده النهارده بقى اشارك معاكم يومي من اوله. والحمد لله يعني ربنا قدرني كده وقدرت اصور لكم من الصبح بدري. نزلت الولاد الحمد لله المدارس ومسك راحة الحضانة، فطرت وقلت بقى كده نبدأ نشوف اللي ورانا ايه. بقالي كده كام يوم عايزة اعمل للولاد حاجة حلوة وحطاها في دماغي وبشوف ليها فيديوهات كتير، والفكرة بتاعتها عجباني جدا، وقلت ان شاء الله انفذها النهارده. وعندي شويه حاجات كده حلوه عايزه اعملها برضو. عندي بتنجان عايزه اخلله، بقالنا كتير جدا ما بعملهوش في البيت، بس بنشتريه من بره مع الفول والفلافل بتاع فطار الصبح. فقلت بما ان بقى الحاجات دلوقتي بقت غاليه جدا، يعني مش جدا بس بقت اسعارها مبالغ فيها، ما بقتش زي الاول. يعني حتى كيس الفول نفسه بقى ب10 جنيه اقل حاجه. فربنا يرحمنا برحمته. يعني المهم ان اللي يقدر يعمل اي حاجه في البيت يعملها، لو انتي بتستهلكي منها كتير ولو عملتي منها هتوفر معاكي فلوس. المهم بقى ان انا يعني الحمد لله شلت الغسيل اللي انا كنت قاعده بطبق فيه ده، وبدات كده اروق. والنهارده بدايه الجو الحر كده تقريبا، فالجو كان باين ان هو صعب. فالحمد لله يعني ان الجو الشتاء القاسي ده عدى على خير. المهم بقى دول كميه بتنجان كده تقريبا بتاع نص كيلو، كنت شايلاهم في التلاجة، طلعتهم ابتديت اشيل القمع اللي من فوق ده من غير ما طبعا ما اقطعه بالسكينه ولا حاجه. وحضرت جنبي حله فيها ميه، وهبدا ان انا اسلقه. انا ما بحبش اسلقه سلقه كامله، يعني هي يا دوب الميه تغلي معايا. يعني الميه اللي انا بحط البتنجان فيها بتبقى بارده في الاول، وبعد كده بسيبهم يغلوا على النار غلوه واحده. يعني ايه غلوه واحده؟ يعني مثلا نقوله دقيقه على النار. بعد الغليان واقوم بطفي عليها وبسيب الحله على جنب تبرد خالص بالبتنجان بتاعها. يبقى هو كده بيستوى او بيكمل السوى المظبوط اللي من غير ما يتهرى ولا يطلع معاكي ني. لما بتطفي على الحله النار وبتسيبيه في الميه بتاعته ومتغطي عليه لحد ما يبرد مع نفسه تماما كده، وبيبقى جاهز على طول على انك تحشيه. طبعا في ناس بتحب تقليه وتشيله برده في التلاجة، على فكره بيقعد كتير وبيسموه بتنجان مخلل برده، بس بيبقى مقلي، بيبقى تقيل شويه بالنسبه لي بصراحه. ان انا لو حبيت اكل بتنجان كده حلو وحرش جنب الفطار، ان انا ابقى باكله كل يوم مقلي بيبقى صعب بصراحه. هو ينفع فطار وغدا وعشاء، وينفع جنب الوجبات وفي كل حاجه. مهم بقى ان انا اليومين دول بحاول اتعافى من دور البرد الاخير، واتمنى يكون الاخير يعني على خير باذن الله في الشتاء ده. يعني انا لو عديت لكم كام دور برد جالي وعدى عليا في الشتاء كتير، واكترهم مش البرد الحقيقي، البرد اللي هو بيبقى مكتوم شويه وبيبقى مأثر على الحنجره او الحلق. احتقان في الحلق رهيب، ووجع في الانف برضو رهيب جدا، وكحه. الكحه اول سنه برضو تجيلي بالتكرار ده. فالحمد لله احنا شفنا كل انواع الفصول في ال3 4 شهور اللي عدوا دول، والحمد لله انها عدت على خير، واحنا طلعنا من الشتاء الغريب ده على خير برضو. المهم ربنا يجعل الصيف بقى هو اللي كويس كده. زي ما قلت لكم حطيت البتنجان في الميه اللي انا قلت لكم عليها، وهسيبه يغلي معاها. في الوقت ده بقى وهو بيغلي كده، او على ما الميه تغلي، هعمل الخلطه بتاعته اللي انا هتبله فيها وهنقعه فيها او هيتخلل فيه. جبت هنا قرنين فلفل، هما ما كانوش صغير، ما كانوش كبار، كانوا صغيرين بارد. انا طبعا بستخدم البارد لان هحط دلوقتي هريسه شطه حاره، فبراحتك خالص تستخدمي فلفل اخضر واحمر. ده بارد ده حار، الاتنين حار الاتنين بارد زي ما انتي حابه. حطيت هريسه الشطه اهو، كترت منها شويه عشان الخلطه تطلع حمرا كده، وقرنين الفلفل الاخضر زي ما قلت لكم، وحطيت كمان خل زي فنجان خل كده بتاع القهوه، وحطيت برده معلقتين كبار من الثوم المفروم او المهروس اللي احنا عملناه مع بعض الفيديو اللي فات. عايزه اقول لكم طبعا في تعليقات قالت لي الثوم قشره هيضايقك، بس والله والله القشر ده عباره عن لحم. يعني مش القشره الناشفه اللي هي كاني بالظبط طحنه توم بقشره، لا، القشره ناعمه، فهي لونها موف، فطبعا لونها مميز، فيحسسكم ان انا طحنه التوم بقشره وشكله مش لطيف، لكن هو كله لحم توم عادي جدا. هو بس لون الموف ده هو اللي عامل كده الاحساس اللي عندكم ده. المهم حطيت ملح وكمون وكزبره، وحطيت كمان عصره ليمونتين، وضربت كل ده في الخلاط كده او في الهاند بلندر لحد ما نعم معايا. طبعا المفروض يبقى خشن شويه، بس يعني اول مره يجبرني الهاند بلندر ده وينعم حاجه، فقلت يلا مش مهم. الباذنجان كان خلص، وزي ما قلت لكم هسيبه يبرد تماما في الميه بتاعته. بس هعمل بقى في حركه حلوه كده تخلي البتنجان كله يستوى، ما يبقاش اللي تحت بس مهري واللي فوق لسه. فهحط على البتنجان غطا، قصدي طبق كده يكون نفس مقاس الحله، بحيث ان هو يسقط البتنجان جوه الميه. فده بينفع جدا، بيحس ان البتنجان كله يطلع لك معاكي سوا واحد.
وبقفل عليه، بيقعد بقى ساعه ساعتين يبرد براحتك خالص على جنب كده، وابدأي بقى شوفي هتعملي ايه. المهم انا قلت هعمل الوصفه اللي قلت لكم عليها في بدايه الفيديو دي، بشوفها كتير وبتعجبني جدا طريقتها، بس انا عملتها بمقاديري بصراحه. الفكره ان انت بتعملي كوكيز عادي جدا بالمقادير اللي تريحك، بس احنا مش هنعمله بقى حبيبات من البسكوت، احنا هنعمله في صينيه بحيث يتاكل كده زي كانه كيك بس هو بسكوت. تمام، هتشوفوها معايا دلوقتي. المهم ان انا حطيت هنا بيضه، حطيت نص كوبايه زيت على سمنه، او زيت على زبده، او زبده بس، او زيت بس براحتك خالص، ونص كوبايه من السكر، يبقى نص كوبايه دهون، نص كوبايه سكر، وبيضه والفانيليا ضربتهم مع بعض بالمضرب اليدوي كده. والسكر على فكره كان عادي حبيبات مش بودره، ضربتهم مع بعض كويس جدا امتزجوا كده حلو. وضفت عليهم كوبايه ونص من الدقيق، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر ممسوح. طبعا رشه الملح اساسيه، بس انا مش عارفه ليه بنساها، بفتكرها وانا بسجل معاكم بس ساعات بفتكرها والله وانا يعني بعمل الوصفه، وساعات لا. المهم هو كده خلاص تقريبا الوصفه خلصت. انا بس عشان الم العجين ضفت معلقه واحده كمان من الدقيق، عشان حسيت ان السمنه او الزيت ازيد شويه من الطبيعي، فلميتها بمعلقه زياده. فانت ممكن تحتاجي كوبايه ونص او كوبايتين الا ربع من الدقيق وبس كده، ومعلقه صغيره ممسوحه او كبيره براحتك من البيكنج باودر. هو كده كده ما بيعلاش قوي حتى لو ضفتي معلقه كبيره من البيكنج باودر، المهم ان هو بيخليه كده خفيف ما بيبقاش مكتوم. المهم لميت العجين بتاعي كده بالسباتيولا وخلاص العجينه بقت جاهزه. جبت صينيه، هي مش كبيره، هي زي برام، نفس مقاس البرامات كده بتاعت الفخار، بس هي بورسلين. تمام، ما دهنتهاش اي حاجه لان شايفين العجينه اصلا مدهننه ودسمه ازاي، فهي لوحدها مش هتلزق خالص. خدت طبقه تقريبا الجزء الاكبر خدته تحت عشان هطلع بيه جدار كده بحيث ان الشوكولاته ما تخرجش بره. تمام، واستخدمت شوكولاته مكعبات اللي هي الخام بتاعتنا العاديه جدا، اي نوع شوكولاته انت عايزاه. ممكن تحطي شوكليت شيبس اصلا في النص بحيث ان انت لما تطلعي البسكوت من الفرن الشوكولاته من جوه تبقى سايحه، فاستخدمي الشوكولاته اللي انت عايزاها. عايزاها سبريد من اي ماركه انت عايزاها اوكي، عايزاها تبقى مكعبات كده خام برضو مفيش مشكله، او شوكليت شيبس عاديه جدا زي اللي احنا بنحطها في الكوكيز العادي خالص. المهم يعني ان انا عملت طبقه من الشوكولاته، وهحط اخر طبقه بقى من البسكوت، من عجينه البسكوت يعني فوق الشوكولاته دي، وخلاص على كده. طبعا انا مشغله الفرن على 180 درجه زي الكيك بالظبط، لان انا عايزه قلب البسكوت يستوى، فمش عايزاه يطلع معايا ني. فيعني خليت النار هاديه جدا عشان البسكوت يستوى من جوه كويس، وفي الاخر ياخد اللون بتاعه من حراره وصهد الفرن من غير الشوايه. في الوش بقى كده حطيت شوكليت شيبس، فانتي زي ما قلت لكم حطوا من جوه ومن بره شوكليت شيبس براحتكم خالص، ما يجراش اي حاجه. حاليا انا بشرب نسكافيه ومعايا قطعه بسكوت من اللي انا خبزتها دي، وطلعت تحفه، تتاكل بارده حلوه جدا. عايزه تسخنيها في الميكروويف بعد ما تبرد منك مفيش مشكله، برضو الشوكولاته هتسيح معاكي والبسكوت بيبقى طعمه حلو قوي والشوكولاته سايحه فيه وهو دافي كده. انا سبته يهدى حاجه بسيطه وقلت لازم افتحه لكم وهو الشوكولاته سايحه. فالبسكوته طبقتها تحفه، مقرمشه من بره كده والاطراف مقرمشه، ومن جوه شوكولاته سايحه ومن بره كمان. فالوصفه تحفه. في ناس كمان بتعملها في برامات فرديه، يعني تجيبي طواجن صغيره جدا وتعملي نفس اللي احنا عملناه ده بس على قد كل فرد، كانه بياكل كوكيزايه كبيره على قده بس في طاجن، برضو بتطلع حلوه قوي. بس انا حبيت كده اختصر واعملها في واحد كبير وخلاص. البتنجان عندي كان برد، طلعته بقى من الميه. طبعا احنا عملنا له شق اثناء ما كنا بنشيل القمع منه قبل ما نسلقه. تمام، طبعا احنا كنا غاسلينه قبل ما نعمل فيه اي حاجه. فباخد كده بحط من الخلطه وجوه الفتحه او الشق اللي احنا عاملينه ده، وبسيبه في علبه بلاستيك في لانش بوكس كده عندك في التلاجة، بيعيش معاكي حلو جدا. حطيه كده طبقات فوق بعضه ووحشي كده بكرم. وفي الاخر الخلطه اللي هتفيض معاكي دي مش بتترمى خالص، احنا بنزود عليها من ميه السلق. يعني ميه السلق بتاعت البتنجان دي مش برميها، بزودها كده شويه على الخلطه اللي اتبقت وبقلبهم، وهي دي اللي انا بخلل فيها البتنجان معايا، وبتقعد فتره حلوه جدا. وطبعا تقدري تحطي فيها او على وشها يعني معلقتين 3 زيت كده عشان تبقى عامله طبقه عازله عن اي حاجه، وغطيها اهم حاجه في التلاجة وسيبيها. تيجي تسحبي منها اسحبي بيها بشوكه قطعه قطعه، حطيها جنب اي اكله انت عايزه تعمليها. بعد ما عملنا البتنجان الحلو ده دخلته التلاجة طبعا، وقلت ندخل نعمل الاكل. سبت البصله تتحمر بذمه على النار
معلقه سمنه كده، ونزلت بطبخه من الفراخ. الفراخ دي اوراق مخليه، اللي هي بتبقى حمام كداب. فكنت جايبه حمام كداب من عند بتاع الفراخ، بس الواحده كانت كبيره جدا، الورك كان ضخم قوي. لما بجيبه كده انا بصراحه بحب الاوراق المخليه دي جدا، بطبخ بيها. مش شرط خالص اعمل وصفه الحمام الكداب بعينها، بس الوراك نفسها المخليه بالجلد بتاعها اللي موجود ده بتبقى بالنسبه لي حلوه جدا في الطبخ، بتدي طعم وبتدي كده طراوه، الفراخ بتبقى طريه جدا. المهم يعني ان انا شوحت الفراخ مع البصله المفروض وحته السمنه وملح وفلفل، وبعد كده انا ببقى مقطعاها اصلا قبل ما اشيلها في الفريزر، يعني مقطعه الورك الكداب ده اكتر من قطعه وبشوحها وبطبخ عليها. المهم عملت بسله وحطيت عليها ملح وفلفل، وحطيت عليها شويه توم مفرومين كده، والصلصه نزلت عليهم وهسيبهم يتسبكوا على النار لحد ما الصلصه تتسبك والبسله تستوى واللحمه او الفراخ دي كانت استوت خلاص. وبعد كده غرفت. عايزه بقى اشارك معاكم او اوريكم، لان في يوم نزلت معاكم محطه الرمل، يوم ما صورت لكم فطارنا بره وقلت لكم اوريكم الحاجات اللي احنا اشتريناها، يعتبر في الاوكازيون الشتوي، بس الاسعار يعني في كل الاحوال عاليه. قلت اوريكم الحاجات اللي انا جبتها كده وللموسم الجديد برضو والصيفي. عايزه اشارك معاكم الحاجات اللي قلت لكم عليها، جبتها لمسك من محطه الرمل اليوم اللي نزلنا كده نتمشى فيه، فجبت لها شويه حاجات حلوه كده تنفع عليه ان شاء الله الشتاء الجاي. احنا خلاص يعني النهارده الجو حر جدا وموجه حاره صعبه قوي، فغالبا كده بعد شم النسيم بتبقى معروفه ان احنا بنبدا نصيف شويه. المهم يعني ان المحل ده اسمه بينكي لولي بوب، هو فاتح في شارع سعد زغلول في محطه الرمل، او بمعنى اصح كمان الشارع اللي هو متفرع منه في بدايه شارع الفلكي. تمام، شارع الفلكي ده متفرع من سعد زغلول. المهم بقى انا جبت لها طقمين حلوين جدا وحاجات كده يعني تنفع خروج وكل حاجه، سواء الصبح او بعد الظهر. اول حاجه الطقم ده انا وفقته كده على بعض، ده بنطلون حلو جدا، خامته كمان تحفه. بصوا هو لونه اوف وايت، كان في منه لونين، اللون الاوف وايت ده واللون اللي هو بيبقى كافيه، بس كان كافيه غامق شويه. انا اخترت الاوف وايت لانه هيمشي مع اي حاجه بصراحه، ولذيذ جدا التفصيله بتاعته واسع كده واخر جمال. ده كان شكله. عايزه اقول لكم كان في تخفيضات بصراحه، بس الاسعار برضو عاليه، يعني ده تقريبا كان ب 600 او اقل حاجه بسيطه. وعليه السويت شيرت ده انا اخترته لها برضو، او الهودي بقى زي ما بيتقال، ده جايباه اوفر سايز، هو يعني بيبقى اطفالي بس اوفر سايز، شكله حلو قوي وتقيل بصراحه، خامته حلوه جدا وفي وبره من الداخل كده برضو. وده كان مقاس 4 سنين، يعني انا قيستها بصراحه هناك لقيت ان المقاسات اللي جت عليها اخدتها او اكبر منها حاجه بسيطه كمان، عشان ان شاء الله نشيلهم للشتاء الجاي او ينفعوها للشتاء الجاي، حتى لو لبستهم يعني في اخر كام يوم كده في الشتاء السنه دي ان شاء الله. بصوا من ظهره عامل ازاي، حلو جدا. كان في منه الوان، هوريكم برضو اللون التاني اللي انا اخترته منه برسومات تانية طبعا، ده برضو كان ب 600 يعني انا مش قادره اتذكر لان دول شلت من عليهم التيكت لان مسكه لبستهم. اما الطقم ده فهو لسه التيكت عليه. بصوا بقى البنطلون ده عسل جدا جدا، باجي كده وكبير، انا جبته لها اكبر شويه من مقاسها، ده مقاس 5 سنين، فهو الرجل بتاعته الواسعه دي وفيه جيوب كده زي ما انتم شايفين برضو، وجميل جدا جدا في اللبس. ده جبته زي ما قلت لكم 5 سنين، وكان سعره اهو، ده كان ب 850 بس كان نزل عليه خصم، يعني الاسعار اللي موجوده دي مش هي دي اللي انا دفعتها، بتبقى نزل من سعرها شويه. تمام، ده كده بنطلون، والهودي بتاعه اللون ده حلو قوي، الالوان دي للبنات انتوا فاهمين بقى اهو، ده شكله. والكابيشون بتاعه من جوه لونه بينك كده، ومن ظهره الرسمه الفلوري دي، وبرده نفس الخامه كده بس دي مختلفه شويه وتقيل برده، وبرده في من جوه في وبره برده زي ما انتم شايفين كده، فهو برده تقيل، بس طبعا يعني تفصيله تانية مختلفه عن اللون ده، بس في المجمل يعني هم تقال وينفعوا للشتاء القوي يعني بتاع اسكندريه. تمام، دول الملابس اللي انا جبتهم تقريبا من هناك خلاص كده. وجبت كمان من عندهم كوتشي حلو قوي، عندهم الكوتشيات تحفه بتاعت الاطفال الصغيرين، يعني تقريبا كده لحد مثلا 6 سنين بالكتير. تمام، الكوتشيات هناك تشكيلتها حلوه قوي، كان في منها كمان اللي هي زي الفلات كده، اللي هي من غير اي رباط خالص ولا سكوتش ولا اي حاجه،
طبعا انا جبت مقاس مسك والاوسع حاجه بسيطه برضو عشان تبقى رجليها مريحه، وده المقاس بتاعه 26 وكان سعره تقريبا كده 600 وحاجه. يعني انا ما احتفظتش بالفاتوره بصراحه، بس يعني الاسعار كلها في الرينج ده كلها. عايزه اقول لكم في محلات اللي هي المستورده التركي والحاجات دي اللي هي ال سي ودي فاكتو والكلام ده، الاسعار عندهم بقت عاليه جدا، ما بقتش زي الاول. يعني انا الاول كنت مثلا بجيب حاجات في التخفيضات في اخر الموسم في كل سنه زي ما انتم عارفين باسعار يعني تعتبر رمزيه. دلوقتي اقل قطعه تقريبا ب1000 جنيه و1000 وشويه، واطفال كلها حاجات صغيره جدا. فربنا يا رب يرحمنا برحمته. المهم بقى انا كمان جبت ليا كده كام تيشيرت للصيف يعني من محل في شارع جمال عبد الناصر في منطقه العصافره جنب بلبن بالظبط، اسمه جدور علاء. تمام. في ناس ممكن من هناك تكون عارفاه لان انا عرفته من الفيسبوك، يعني كان عامل كده اعلان ممول على الفيسبوك، فعجبني قوي الحاجات اللي عنده لان عنده بيزك كلها حاجات تنفع لاي نزوله اي خروجه تكون نهاريه كده، تكون مشوار سريع. بصراحه حاجتهم حلوه قوي والخامه بتاعتها قطن، وكمان كل الالوان. وطبعا الاهم في كل ده ان الخامه بتاعتهم قطن 100%، وطولها تحفه ومقاساتها كبيره. يعني مثلا ده مقاس 3، عندهم من 1 لحد 4. تمام. انا جبت 3 عشان يكون فضفاض، وفي نفس الوقت الغسيل في الحاجات القطنيه دي انتوا فاهمين يعني احيانا اللبسه الاولى بعد الغسيل بتكون الحاجه كشه شويه، وبعد كده بترجع لحجمها الاصلي او بتفرد عليكي تاني. جبت اللون ده عجبني جدا، انا بحبه قوي اللون الموف ده. وجبت كمان اللون الاسود لا غنى عنه. هما بيصنعوا لنفسهم حاجتهم، يعني بصوا هتلقوا مكتوب اسمهم على التيشيرتات. وعندهم كمان الحاجات الشتوي عليها خصومات، يعني السويت شيرت العادي عندهم الاتنين ب250 الشتوي، اما ده الواحد ب300. هو قطن زي ما انتم شايفين وصيفي خفيف. انا جبت منه الاسود واللون ده، لكن فيه كل الالوان. وفي نفس الوقت كمان عندهم منه مطبوع، يعني بدل ما تجيبي الساده ده بيبقى فيه في النص كده رسمه ورود زهور بنات كده، بتبقى زي الكرتون او الانمي حاجات كده يعني. المهم انا اخترت الساده بصراحه عشان ما ايدش نفسي بالوان تانية وخلاص. لكن زي ما قلت لكم في كل الالوان، انا قلت اجرب اول 2 كده اجيبهم، وان شاء الله لو عجبوني اجيب غيرهم. فان شاء الله باذن الله ابقى انزل لهم تاني او اطلبهم اونلاين، بيوصلوا لاي مكان في جمال عبد الناصر. حاضر يا مسك، اهو ده العنوان، جمال عبد الناصر العصافره، وليهم الارقام دي لو حابين تشوفوها. دي الحاجات اللي انا جبتها وحبيت اشارككم بيها. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه لو بشيء بسيط. ما تنسوش من صالح دعائكم. مع الف سلامه حبايب قلبي.